فحماده امام لا، حماده امام كان ايقونه كبيره. انا نفس الترتيب بتاعك بالظبط. بس انا هسالك في نقطه مش عارف هتجاوب معاها ولا لا. انت بتشبه حماده امام بمين ومين الشربيني بمين؟ وكاسيلاديس وسيلجادو ماكميلمان. وشوف الكره وخطره يخش التاريخ يا راجل. هوبا الأباني، يا سلام يا وائل، ما شاء الله كورة صاروخية. لكن عصام الحضري يحط ايده 187 سم. عصام اهي التسديدة بعدها لنا محمد نصر. عمارة ياخد احدى الهجمات من الجانب الايسر. طارق السيد على الجناح الايسر. بتحس بايه لما بتسمعهم الاثنين؟ مش عارف قصدك من انهي اتجاه يعني. هو عموما انا بحس بالمتعه. انا حماده امام بحبه قوي لان هو دايما بيعلي لي نسق الماتشات. يعني حماده امام في الدوري الانجليزي انا عمري ما هنسى ماتش الارسنال واستون فيلا. الماتش ده كان 2-2 وهو كان ماتش كويس، بس اقدر اقول الماتش ده مستوى متوسط. لا، حماده امام حطه في حته تانية. انا اقول لك ماتش حماده امام، يعني انا ذكرتي مثلا حماده امام ماتش ويجن وليفربول، عمرو زكي ويا عمرو يا زكي، وكنت معدي فالنسيا، كنت معدي يا راجل، وهوبا ويا عمرو يا زكي، وهو يا عمرو يا زكي شاف علم مصر، وعلم مصر في المدرجات اهو، علم مصر في المدرجات. طبعا بيدخلك في المود والاجواء وبيعلق الريتم، يعني حماسي. بتستمتع بنبره. على فكره نبره صوته جميله جدا. الله على الوان تو، الله على الوان تو، ويلم الكوره. كنت معدي يا فالنسيا، كنت معدي يا فالنسيا، وعدى تاني وزنق نفسه وعايز يلعبها تاني وتروح له تاني ويعمل الاوفر بقى المره دي. وهوبا عمرو زكي، يا عمرو زكي، مش ممكن. وبالمناسبه حماده امام له تيمات اعتقد ان معظم الناس ناسينها. يعني حماده امام هو انا اول واحد سمعته بيقول عرض تملى اقول مبدا السلامه، وشادي محمد ويطلع الكوره بره، برافو يا شادي، ولاني تملى اقول مبدا السلامه. بس انا كنت ضد ده. ما انا عارف انت ممكن مدافع ياخد الكوره ويبدا الهجمه. انا بتكلم على تيمته هو. والكوره في الوقت ده خلي بالك برضو، لان الكوره في الوقت ده ما كانش فكره ان انت بقى ايه استحواذ وضغط عالي وتقطع الكوره وترجع الكوره تاني. انت فاهم قصدي؟ لا انا مش متفق معاك في النقطه دي. لان ما قبل الفتره دي كمان انت كان عندك المدافعين اللي بتطلع بالكوره وتعدي واحد واثنين وثلاثه. عندك سمير كمونه كان بيعملها، والدهب كان بيعملها، المهندس سعد بيعملها. انا بتكلم تاثير التيمه على اللاعب. يعني اقول لك من كتر تاثير الكابتن حماده، انا مش معترض عليها، انا بقول لك في عظمه حماده امام. من تاثير الجمله دي هو كابتن حماده، كان في مدافعين تطلعها الجمهور حبها الجمهور كان بيسقف للمدافع لما كان بيطلع الكوره بره. احنا لو مش هناخدها من منطق الايه سرعه الكوره وكده، لا انا عايز اقول لك ان التيمه دي اثرت في المشجعين، كانوا بيسقفوا المدافع لما يطلع الكوره بره. بالظبط. المدافع نفسه ممكن يبقاش مضغوط عليه وسهل جدا يطلع يباصي ورا يعدي، كانت الدنيا سهله، كان بيطلعها بره. انا كنت بحس ان في مدافعين بينتظروا مهاجم لما يجي لهم عشان يطلعها بره عشان الناس ياخد سقفه الجمهور. ده كان بسبب ايه؟ ولا بيلعب مبدا السلام. بالظبط. تيمه حماده امام النقطه اللي قالها مبدا السلام. شفت تاثيره وصل لحد فين؟ دي عظمه على فكره. مش بتكلم ان انا منتقده، ده عظمه. ايوه بس انت برضو بتنظر الموضوع ده دلوقتي بعين الكره الحديثه. انا معاك ابو دهب كان بيطلع بالكوره، وابراهيم كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه بيقولوا كان بيطلع كان كوير. وقلت سمير كمونه ودي حقيقه، وابراهيم سعيد طبعا، واشرف البرنس طبعا، اشرف قاسم. بس انا بحس ان زمان كان برضو التكتيكات كانت قليله، فالارتجال كان عالي. فالمدافعين اللي ذكرتهم دول هم اوريدي لعيبه كوره، فاللي يقول لك ايه كورته غالبه عليه، فهو عايز يطلع بالكوره، لانه حريف كوره يعني او كوير زي ما بيقولوا. فده كان ارتجالي، في حين ان كان المعظم ما كانش كده. احنا اللي احنا ذكرناهم هم يعتبر قله في المدافعين. فكان المدربين يقول لك ايه لو انت جالك الكوره واتزنقت طلع، او هقولها بالبلدي شمع لقدام. انت فاهم قصدي؟ يا اما تطلع الكوره قوي يا اما تشمع لقدام. انما دلوقتي بيطلب من حراس المرمى مش من المدافعين بقى، لو اتضغط عليك ما تطلعش الكوره، بصيها برضه. انا بتكلم في نقطه ان الكره الحديثه والكره القديمه، بس هي فكره ان هي تيمه، بس فكره ان هي تيمه لحماده امام واثرت. كان له تيمه ثانيه برضه اللي هي تملي اقول العرضيه بنص هدف. كان يقول لك ايه العرضيه نص هدف، عشان كان بيشجع لعب العرضيات، لان كان الكوره برضو زمان فكره الاجنحه وتعمل عرضيات كان في الغالب يعني التكتيكات كانت على قدها.
فشغل العرضيات كان عالي جدا، ومعروف ان المهاجم مهاجم الصندوق واللي مستني الكره تترفع له عشان يجيب اهداف، فكان عنده تيمه العرضيه نص هدف. لكن دي تيمات كانت موجوده عنده. قول لي انت ايه ذكرياتك مع حماده امام، اهداف مشهوره له انت بتعجبك؟ حماده امام، انا بالنسبه لي حماده امام انا بحس ان انا في فرح حكيم عامل حفله بيخليك تتنطط. كابتن حماده امام بيخليك مش قاعد على بعضك. يعني ميزه كابتن حماده امام بيخليك قاعد مش على بعضك، انت حماسي طول الوقت، مشدود معاه، مشدود مع صوته، بيشدك كده من على الكرسي وانت قاعد يخليك تتنطط. كابتن حماده امام يعني مثلا كحاجات معلقه معايا لحد دلوقتي، انا مش هنسى ماتش الاهلي وريال مدريد. طبعا ماتش الاهلي وريال مدريد ده عظيم. انت بتتفرج على حفله انت عمال تتنطط وانت بتتفرج. هفكرك مثلا بنقطه، الشوطه بتاعت روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس الاول، وبعد كده فاكر تعليقه عليها؟ طبعا. الكره اتلعبت بالعرض هاديه خالص، اوعى الشوطه بتاعت روبرتو كارلوس يا عصام يا حضرتك، هوبا يا ماكاريلي ايه ده، ابتدى اوعى الشوطه بتاعت روبرتو كارلوس يا عصام يا حضري، يا عصام يا حضري، هوبا يا ماكاليلي يا ماكاليلي. لكن شوف روبرتو كارلوس عملها ازاي، وقفها في ثانيه، وقفها في ثانيه. ده مثلا ماتش ريال مدريد عندك برضه تحس ان هو بيغنيها. فاكر بقى الكوره بتاعت خالد بيبو، اللوب اللي عمله، شفته ماشي مع القصه ماشيه ازاي، وخالد بيبو كل ده الكوره لسه جت في العارضه مسكها الجون بتاع المدريد، يا بالظبط. انت متخيل وداك فين؟ النادي الاهلي ويلعب كره طويله، ويفكرك بالارجنتين في كره وائل رياضي الانفراد، وجو ارجنتيني يا فرجعك ل 2001 كاس عالم الشباب. خلي بالك هو ده طبيعه تعليقه، لان برضه في كوره لو انت فاكر ماتش الاهلي والترجي نصف نهائي ابطال افريقيا 2001، كره ابراهيم سعيد. طبعا شوف ابراهيم سعيد وهو بيشوط الكوره وهوبا تيجي بقى في العارضه، وفي العارضه ترد لساندي، يا شوطه في الجون، يا في العارضه، يا دي كوره تاريخيه تفضل تتعاد اكتر من مره. فلا حماده امام الفكره ان يا فترد ساندي هو دي بقى كان في الهادي بتشدك وتنزلك، تشدك وتنزلك. وبالذات بقى فكرك بماتش للاسف مش موجود دلوقتي، مع ان الماتش ده ساعتها وقتها يعني مش كان دوري مجموعات، كان ريال مدريد وباير ليفركوزن، كان طبعا في عصر من المحلال بتاع باير ليفركوزن، مش الجيل اللي لعب مش النهائي 2001. أيوة. بعدها بالك كان مشي، بالمناسبه كان بيقول عليه باير ليفركوزن. انا اي حاجه اقبلها ده حقيقي. وكان بيقول على حسام عاشور، حسام خورشيد وقابلها منه، وكان بيقول على ميسي وقابلها منه، ويا طور وقابلها منه. انا اول ما سمعته قال ميسي عارف سمعته فين؟ كان له برنامج عظيم اهداف الاسبوع مع الثعلب. اهلا وسهلا وحلقه جديده من اهداف الاسبوع مع الثعلب. الله على اللفه، اللعيب اللي ما كانتش مهارته تبقى عاليه هوبا خدها بقول ايه، مش هينفع يلعب مع الدوريات دي. عظيم. انا كنت بستنى بالرغم ان عارف الاهداف، ولان احنا كنا ساعتها بنتابع دوريات اوروبيه، لكن انا احب اشوف الاهداف بتعليقه، يعني هو بيعلق الهدف كان بيعيشك الجول. فكان في كوره، هو طبعا بقى كان يعني ربنا يرحمه ورب، كان ساعتها كبر في السن شويه، فكان بيول كان متقدم في كوره، كانت كوره ثابته وبيول كان متقدم، فبيول هو اللي معاه الكوره اتلعبت واتردت ورجعت لبيول، وبيول اخترق وهيجيبها جول، فهو بقى بيول اللي معاه الكوره، فبيول بشعر وميسي بشعر، فهو اعتقد ان بيول هو ميسي، فيقول لك ايه وميسي وهو بيول. بس على قلبنا زي العسل، على قلبنا زي العسل، الله يرحمه. وله هدف برضه، هدف ابو تريكه في مرمى الصفاقسي، هدف في مرمى الصفاقسي كان عظيم. يعني احنا لو قعدنا نسرد في طبعا مش هنخلص، هنعمل له حلقات لوحده. انا بقول لك انا ليه انا اتكلمت على ماتش باير ليفركوزن، الماتش ما كانش ذات اهميه، كان في المجموعات باير ليفركوزن وقتها كان الجيل اتغير خلاص، ولاعيبه انت مش عارفها. انا الماتش ده كابتن حماده امام كان داخل الماتش على اساس ان ريال مدريد هيقطع خلاص باير ليفركوزن، كان رونالدو البرازيلي وكان فيجو وزدان
والجيل العظيم ده كله ومفيش حد اصلا بالك كان مشي، وكان بيرباتوف كان مشي، وكان المجموعه اللي لعبت نهائي 2001 كانت كلها اتغيرت. ايوه نهائي 2002 وباشتورك لو تتذكر كل أيوة. الجيل ده مشي. في اللاعب ده ما اتشهرش غير في الماتش ده، كان مهاجم. يعني انا هقول لك اسمه، اعتقد لو الناس سمعته دلوقتي مش هتتخيله. مهاجم اسمه فرنسا، هو كان برازيلي واسمه فرنسا. فرنسا ده كان مهاجم باير ليفركوزن. كابتن حماده امام صيط الراجل ده بشكل مش طبيعي. وفرنسا وايه الفرقه دي، مش ممكن. وكان ساعتها بيتريق على مدريد يقول لك ايه، اين الاحجار الكريمه. ايوه كان باير ليفركوزن راكب الماتش وكان بيتريق على ريال مدريد، لا فين الاحجار الكريمه. وعايز اقول لك انا مستني الكلام ده من ريال مدريد، ما عملوش الكلام ده. اللي عمل الكلام ده مين؟ باير ليفركوزن. فالله يرحمه، لا كان عظيم جدا. نرجع بقى لميمي الشربيني. بس في حاجه للكابتن حماده امام. كابتن حماده امام كان ابنه حازم كان بيلعب، ومع ذلك تحس ان هو كان متحفظ دايما على حازم، برغم ان حازم من اساطير الكره المصريه ومن احرف الناس اللي جت في الكره المصريه وفي الكره العربيه. وحازم في وقت من الاوقات خد احرف لاعب في العالم في مسابقه، وكان فيها نجوم عالميين. يعني حازم ما كانش قليل، يعني لعيب مش قليل، ومع ذلك كان بيتحفظ. مين كان بيديله حقه بقى؟ كابتن ميمي الشربيني بقى. لتامر وبتتلعب تمريره بينيه، حط يا راجل، حط يا سلام يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام، معجون كوره يا ابني، اكسترا مهارات، اكسترا حوالي. ادي بقى اللعيب بنص حمولته، بنص ايه، اقل من نص حمولته البدنيه، والله بيعمل كل حاجه في الكوره، ناقص يكلمها. شوف بقى الفرق بينه وبين عبد الحليم. صف اللاعبين. دي جمله ايقونيه لحازم امام طبعا، يعني من الكابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي تشعر وكانك انت قلت على حماده امام حكيم وفرح وبيهيص. ده عمر خيرت ملحن، وفي نفس الوقت بيعرف امتى يشدك وامتى يهديك وامتى يهدي اعصابك وامتى يخليك قاعد وكانك بتتفرج على عمر خيرت. ده كابتن ميمي الشربيني. تون صوته برضه كان عظيم، كان لعيب كبير. بيقول الجمل دي تحس ان هي يعني حاجات تحفر في التاريخ. تمام طبعا. بس ارجع اقول الناس دي كلها كانت بتحب التعليق، لا كانت مستنيه ترند ولا كانت لها مصالح مع حد. يعني عايز تستمتع بماتشات الزمالك اسمع ميمي الشربيني. عايز تستمتع بماتشات الاهلي اسمع حماده امام الاهلاوي. ده حقيقي. الناس دي كان بيحبوا التعليق، وزي ما قلت لك قبل كده كانوا لعيبه كوره. معاك برضو كان كابتن محمود بكر. الفصل المشترك فيهم سواء مع كابتن محمود بكر، ميمي، كابتن الشربيني، كابتن حماده امام، القدامى، ان هم كانوا لعيبه الكوره، ففاهمين تفاصيل اللعبه وفاهمين اللعبه كويس. وطبعا لكنه صوتهم كانت كويسه جدا. الكابتن ميمي الشربيني برضو في حاجات كانت بتعجبني قوي منه، اللي هو يسحب البساط من خلف الجميع وكانه قادم من كوكب اخر. هو مؤسس فكره الشعارات في الكوره، اللي يقول لك مصر والسنغال تحت شعار حوار الكبار، المباراه تلفز انفاسها الاخيره، والمباراه اصبحت تحت شعار اخدم نفسك بنفسك. كان دايما على فكره كان بيحب محمد بركات قوي، كان دايما بركات كوكتيل مهارات، اكسترا حواس. فهو كان لود. انت نسيت ليه؟ انت عملت كلام على انت نسيت يا على فكره يا عبد الحليم. اللوب بتاع الحليم عارف يا على فكره يا عبد الحليم. هو كان اهلاوي وللزمالك. والهدف بتاع حسام حسن لما طار كده في الاهلي، لا كابتن اقول لكم عليها، والكره عرضيه يا حسام له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. يا سلام، كبير الهدافين واهداف حسام حسن. لا بس هو اكتر واحد حازم. يعني حازم انا فاكر في الجون بتاعه في مصر وفي تونس في 2004، الامبراطور حازم امام، العظيم حازم امام، امبراطور الكره المصريه واسطوره الملاعب. فهو كان حازم رهيب. يبقى اذا دي فتره الايه، عظمه التعليق. في برضه خلي بالك احنا كده كابتن ميمي الشربيني، كابتن حماده امام، في برضه بقى العظيم كابتن محمود بكر. كابتن محمود بكر كان فيه ميزه انا ما شفتهاش في معلق قبل كده. كابتن محمود بكر كان عنده ميزه التحليل الرياضي جوه الماتش. الله عليك. يعني هو كان برضه يعني وكان مقسم الماتش اجزاء. هو يقوم زي اول ربع ساعه او ثلث ساعه، ويقوم قايل لك في الثلث ساعه يبقى نشوف الاهلي بيلعب بالطريقه الفلانيه وبيعمل كذا، والجوزيه عايز من محمد بركات كذا، وعايز من ابو تريكه كذا، ويبدا يحلل لك الماتش. الاهلي بيلعب ازاي، الزمالك بيلعب ازاي، فتحس ان انت وكل ده في عجاله، وبيختار التوقيت اللي يحلل في الماتش. مثلا كره واقفه، فاول واللعيب بيتعالج،
حاجه زي كده عشان ما يضيعش رتم الماتش منه ولا المشاهد يتوه منه. فتحس ان هو معلق ومحلل في نفس الوقت وما بيفقدش رتم الماتش. حتى لما في الاواخر برضو كان بياخدك لسكاك تانية، يعني ايه، انت حابب تسمعه. ماتش ممل، الكوره دمها تقيل، الماتش نايم، ياخدك في مواضيع تانية خالص بالظبط لحد ما يرجع محافظة اسكندرية. بالظبط اساسي محافظة اسكندرية كان عنده اساسي. وكان في ميزه حلوه، انت بيفكرك باللي فاتك. لو انت على فكره ده ما كانش هزار، اللي كان جاي من بره ودخل، في ناس بالفعل اكيد في ناس كانت لسه داخله دلوقتي حالا ففكروا ان حصل كذا والاهلي ماسك كذا والزمالك مستحوذ كذا. لا كان بيدخلك في الايه، في المود. اشهر واحد يقول لك لو انت جاي من بره، لو انت كنت اتضايقت من الماتش، له حته كده، لو انت اتضايقت من الماتش وحسيت بملل فقمت سايب الماتش ورحت البلكونه وشربت سجاره ورجعت تاني، احب اقول لك الاهلي جاب هدف. او خليك لسه في البلكونه. لو انت مثلا اهلاوي والاهلي مثلا بيلعب في افريقيا وحاجه، يقول لك لا خليك في البلكونه زي ما انت، الاهلي خسران واحد. لا الله كان بره وجاي كان في البلكونه بيشرب سيجاره، واحد اهلاوي كده لان الحال ما كانش عاجبه، بنقول له ان الاهلي او ابو تريكه خد تمريره من احمد فتحي وحط قرص دماغه في يرحمه. فعلا انت وقفت عند نقطه عظيمه فعلا، ان هو كان محلل ومعلق، ودي كانت حاجه جديده ما حدش خد باله من القصه دي قوي. كان محلل شاطر قوي لانه كان كوير قوي ولكنته كانت جميله. هو اسكندراني وعسل، وله حته حلوه لك ايه، هو كان مغطي اهو، مغطي وده مغطي ب 10 متر. هو الافضل اهو، بص الراجل مغطي هناك اهو، الراجل مغطي هناك اهو مغطي 10 كيلو. افكرك بخفه الدم ليه في نقطه. احنا طبعا كل على النت موجود كل القفشات بتاعته. في قفشه ما اعتقدش حد علق عليها كتير، واخواننا في المحل هيزعلوا. هي كانت جميله قوي. كان في ماتش الزمالك وغزل المحل، فكان في لاعب واقع في اعتقد كان مش فاكر كان مين واقع وبيتعالج. فالكاميرا جت على محمد شافي. بالمناسبه كان بيلعب في المحله وغزل المحله، وواحد لاعب كبير من اعظم باكات الشمال في مصر طبعا. وفي لاعب تاني عظيم تاني باك يمين في المحله، محسن هنداوي. ده انا مش عارف ده ما لعبش قبل الزمالك ازاي، ده كان قطر طبعا، ده كان قطر، كان لاعب كبير برضه. فكان في حوار بيداير ما بين محسن هنداوي وكان محمد شافي. كابتن محمود بكر تخيل الحوار بشكل ظريف جدا، قال لك هو ده اتنين فلاحين اهو بيتكلموا مع بعض على اساس ان عبد الشافي وهنداوي والمحله المحله زعيم الفلاحين. يعني مش عارف ايه اللي فيها اتنين بيتكلموا، هو ده اتنين فلاحين بيتكلموا بعض. وتخيل الموقف ان عبد الشافي بيقول له يا ربي، هنداوي بيقول له انت ازاي انت فلاح، انت تخيل اصلا انت ازاي انت فلاح ورحت الزمالك. قال له بجدي واجتهادي. وما زعلوش على فكره يعني. هقول لك على حاجه، هو مش قصد تنمر، هو محبوب. ده حقيقي. يعني انا ممكن تقال مني دلوقتي، ممكن الناس تزعل مني، مع اني انا بعيد موقف والله. احنا فلاحين اصلا طبعا. انا بقول اللقطه كان دمها خفيف. دي حقيقه. انا مش عايز اتكلم بقى في حاجات تانية دمها خفيف احنا عارفين. لا هو له كتير. هو اكتر واحد كان بيستدعي المخرجين يعني يا برجاوي. انا صوره بتتهز يا برجاوي. البرجاوي على فكره يا جماعه، البرجاوي جالي وشاف الصوره تتهز قال لي خلاص ماشي وسابني ومشي وما عملش حاجه خالص. في بقى لقطه جميله جدا محدش كان باله منها. كان كابتن طارق ايحب بيتدرب تقريبا طلائع الجيش، والكاميرا جت على كابتن طارق وكان واقف عامل كده، فبقول له سكت، قال له كرشك كبير قوي يا طارق. عايز اقول لك ان كابتن طارق يعني عسل، كان لعيب كبير وظريف ودمه خفيف. كابتن طارق تلقائي ده حقيقي، طبيعته عفوي يعني. هنرجع له بعدين يعني ان شاء الله. هنرجع على فكره كان بيقلد الجويني، كابتن ابراهيم الجويني. قلد مين؟ كابتن ابراهيم الجويني قلده تيبيكال عظيم. على فكره هو ازاي علق ماتشات كابتن طارق. كابتن الجويني واقف كده، فمش عارف كان مين اللي كان ورايا، قال لي حته بقى الجويني. قلت له بس لازم النهارده طارق يحيى عادل مأمور في حراسه المرمى، شوطه جامده، برافو يا ثابت. كان معلق. هو يعني ما هو بيعرف له ايه، تحس ان هو اتزنقوا في معلق فيلا. هناخدها فترات يعني. تعال بقى نرجع تاني ان الفتره اللي هي فتره بدايه المهد كانت فتره عظيمه، وحطوا القواعد وحطوا الاسس. بعد كده جينا لفتره العظماء، انا بعتبرهم العظماء مع احترامي للجميع. فتره كابتن ميمي الشربيني وكابتن محمود بكر وكابتن حماده امام العظيم رحمه الله عليه. طبعا. تمام. الله يرحمه. كابتن محمود بكر تفتكر له تيمات تانية؟ انا له تيمه انا طبعا عارف انت عارفها، بس انا متاكد ان نسيها دلوقتي.
الكابتن محمود بكر اكتر واحد ضحك وهو بيعلق وبكاري وهدف جميل. انا مش هنسيها، ده كان ماتش كوت ديفوار، كان في كاس العالم 2006، لا بطوله افريقيا 2006 في القاهره. فكان في جون جابوا بكاري كونيه القصير بتاع كوت ديفوار، فانا مش عارف اعملها ازاي، فهو الكوره راح انفراد فقعد يقول وبكاري فجت جول، فانا ايه انا مش عارف ايه علاقه بالجول. هو اكتر واحد كان بيضحك هو اساسي. ناهيك بقى عن الفاظ كتير قالها، يعني السيد معوض بيدوحر، وائل جمعه شايل قصا على دماغه. وائل جمعه شايل الكوره بالك شايل قصا على دماغه. على وائل جمعه اللي شايل القصعه كده فوق دماغه نزل مرزوق. عندك برضه كان خالد قمر بيغلط يقول مصطفى قمر. احمد مانجا يقول لك ده مش اوانها، مش اوانه. لا انا تعالى نتكلم عشان بس هو كان ظريف. اكد لك مش مصطنع، يعني اجمل لقاء ليه الافيهات الحاضره لو تتذكر مع كابتن مدحت شلبي على موديل، مع كابتن كان تقريبا محمود معروف. كانوا في استوديو، وكان لما كان عايز يقول ايه كان قال جمله ايه لو تتذكر؟ قال له لا هو بيتكلم على التريلر، لا هو بيتكلموا على التريلر التريلر بتاع فيلم المسيء للرسول. فقال له انت شفت التنر بتاع فيروز؟ قال له ايه التنر ده؟ قال له ده قال له اسمه التريلر ده التنر ده التاني بتاع جزمه. قال له كلامه ضيق. بيقول له ده كلامه ضيق مش مريحه. لا موضوع التيلر المسيء، مش الفيلم المسيء، ما هو طلع تيلر مدته 14 دقيقة. ايه تيلر دي؟ تيلر يعني زي مقتطفات. لا ده التاني تيلر. تيلر اللي هو اصل كان بيشتغل استورجي. طب لمع كلامك ده. كلامه كله جلد. مش مريحك خالص، كلامه دايم. كانت حاضره ومش مصطنع. هو الله يرحمه كان دمه خفيف وكان محبوب. بقول لك حتى لو كان في ان هو مثلا بيهزر اللعيبه قابله، الجمهور قابل، محدش زعل منه، الناس كانت بتضحك، لان النيه من جواه ومن يعني من جواه ده عايز يركب ترند طبعا، ولا عايز يتريق على حد، وكان بيتكلم بطبيعته. لا هو كان يا بخت اهل اسكندريه بيه، هو كان صوت اهل اسكندريه في الاعلام. اقول لك على مفاجاه. اتفرج على محطه سيدي جابر عامله زي دلوقتي. كان دايما بيتكلم عنها. روح اسكندريه وبص عليها. انا وجهه نظري اللي له الفضل رحمه الله عليه كابتن محمود بكر. والموتوسيكلات اللي رايحه جايه فيها دي تقف. يا ريت السيد مدير المرور هناك يطلع كده مره ويشوف العيال الصغيره اللي سايقه موتوسيكلات وقاعده تدوس الناس وعامله ازعاج بالراديو اللي فيها. حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه جدا بنشوفها في اسكندريه الصراحه يعني، غير البيوت اللي مطرطره فوق في الحارات 20 دور وبتاع، حاجات غريبه جدا. يعني امتى الحاجات دي ما كانتش موجوده؟ لازم المجتمع عاوز ضبط وربط الصراحه يعني. وبعدين ضبط وربط ما تزعلش، اللي يزعل من الضبط والربط والنظام يزعل بقى.